السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة والسلام على رسولنا الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو راح نشوفوا تحضير حقيبة العمرة بالنسبة للنساء، وربي ما يحرم كل مؤمن من هذه الفرحة، ربي يرزقكم كامل العمرة في القريب العاجل. نبدأ على بركة الله. أنا ديت هاد لافاليز شوية كبيرة، ديت معايا البنات ساكادو يكون شوية كبير باش يعبي لي. حنا رايحين مع لاجونس ورايحين يمدونا دي ساكادو، مي راكم على بالكم لي ساكادو اللي يمدوهم في لي زاجونس يكونوا شويه صغار وما رايحينش يعبيونا كلش. انا ديت هاد ساكادو كي نخرجوا حدا ندي ساكادو تاعي، كي نخرجوا مع لاجونس انا ندي ساكادو تاع لاجونس. حطيت في الساكادو لي بواط تاع لي تيزان، انا ديت زنجبيل وهذاك لا بواط تاع البابونج، حطيت معاه شويه زعتر وشويه نعناع. ديت لي ماسك ما استعملتهمش، ومن الافضل تستعملوهم بالنسبه اللي يقدروا يتحملوا. ديت مع دواء، ديت معايا غافيسكون، وديت دواء تاع لا كونستيباسيون، نجي ندي بالك دواء تاع لا دياري نجي نشري مع الطريق. هذا جيل نيطوايون تاع الوجه، وهذاك بابيون موشوار. وهذا دي ساشي كي نوصل للجامع نحط الكلاكيت ولا الباسكيت في الساشي ونحطها في الساكادو. ديت معايا فيلم اليمونتير وسكوتش، وديت هذه لابخي شامبوا وزيت تاع الشعر، دوك نغلفهم بالفيلم اليمونتير ونزيد لهم سكوتش هكا باش ما يسيحوليش في القش. بالنسبه للفيلم اليمونتير وسكوتش غادي نديرهم معنا على مزمزم، باسكو عندنا لو دغوا غير في 5 لترات ينشروهم من لايروبور. مي حنا ماذا بينا نجيبو بوكو بلوس، يبقى لازم ندير معنا الفيلم اليمونتير باش ما يسيحناش في نص لا فاليز، باسكو كون ما تغلفوهمش راح يسيحوا على الباجاج تاع الناس. وصار ديبونسو مكتوب كم يعني تقدروا تعقبوه تقدروا ينحيوهم لكم. حنا اللي راحوا معنا نص عده ونص نحاولهم، مي اللي نحاولهم جيهم ماركين ملي ما غلفوهمش في الفيلم اليمونتير، خلوهم هكاك. مي مش على هذه السبه نحاولهم. وهذه لابوشيت تاع الماكياج، انا ما حطيتش فيها الماكياج، حطيت فيها حوايج اخرين. حطيت هادو لي ديسك تاع دي ماكيون، مي ما حاش ندير الماكياج باسكو هذه مش رحله تاع تحويس، رحله تاع عباده. ديت المقص، سيرتو المقص اللي بدات ما تنساوهش باسكو ابخي العمر لازم تقصوا جزء من شعركم. ديت خيط ابيض وخيط اسود مع البرا هكا ما تقدرش تقطع لنا كاش حاجه ونصيبوه. ديت انا هذا دوليبران وديت دي فيتامين. نوصيكم على الدواء خاصه اصحاب الامراض المزمنه، الدواء تاعكم ابداو فيه هو الاول، لازم تحطوه في الباجاج كابين اللي يطلع معكم من الطياره، ولا سيمي حطوه في الساك ساكاما. ما تدريش وتحتاجوه في الطياره هكا تصيبوه حداكم. وما نساوش لابروس تاع الشعر، المساسك، البوندو. ديو الحوايج اللي تحتاجوهم نستعملوهم كل يوم، الحوايج الاساسيين. وهذا بوني تاع الشعر وليغون تاع لادوش. وديت معاي هذه الخلطه تاع المكسرات باش ندير لي الطاقه كي نروح نصلي الصباح ناكل مغرف. مي ما تكثروش منها، كلوا غير مغرف صغيره. مي اللي يعانيو من مشاكل في الكولون ولا عندهم البصر يفيتيوها. هذه الوصفه بالنسبه لي حابب يجربها، نعطيكم الطريقه فيت في. حطوا فيها كل انواع المكسرات اللي تحبوا. انا حطيت الجوز، حطيت اللوز، وحطيت الكاوكاو، تقدروا تحطوا الكاجو واش عندكم حطوا. من بعد نحطوهم في الميكسور، يكون ميكسور ولا تحبوا ترحيو كل حاجه وحدها وتخلطوها، ولا نرحيو كل شيء مع بعضه. حطيت زيت زيتون والعسل الحره، زمغارف كبار تاع السانوج وزمغارف كبار تاع الزريعه البيضاء، ورحيت كل شيء مع بعضه. حطيت مغرف صغيره وغلفتوه بفيلم المونتير وسكوتش. اذا جربتوه غلفوه مليح باسكو مع السخانه هذاك الزيت يقدر يسيح لكم فوق الحوايج. وديت شويه تاع المقرود وشويه تاع الطمينه، قلت ما تدريش نجيو اونطخ لي غوبا ولا في لايروبور، مي فانت كونت ما كايناش منه بزاف. ودينا معنا هذا دي فخواسور باسكو كل ديو الحديده لازم لا طابل، مي من بعد لقينا في اللوطيل تاع المدينه وتاع مكه لقينا لا طابل ولقينا الحديده في نص لا شامبر. بالنسبه للباس اللي راح نلبسو نتم، ديت معايا بخيس كل شيء صيفي، دي بيجاما تاع الصيف، وديت وحده شويه ثقيله ما تدريش يبرد الحال. ديت معاي لي فيزو يكونوا لازم ديوهم البنات يكونوا كوطون، سيرتو في الطواف، يكونوا ما يكونوش صيغي، لازم تكونوا مرتاحين. وديت معاي فيزو واحد شويه ثقيل، هذا نلبسو كي نعود ريحه باسكو حنا عندنا البرد. وديت معاي سويت واحد شويه ماشي ثقيل بزاف وماشي خفيف، تاع ربيع. وانا في الحقيقه صبتهم كامل لبستهم باسكو تماك شونجمون دو كليما، لي كليماتيز سخانه بعد ندخلوا لي كليماتيزير تقدروا تمرضوا شويه. انا شويه غريبيت، يبان لبست هذيك البيجامه ثقيله ولبست هذا السويد، يعني القش اللي ديتو كامل صبتو لبستو كامل ابار دو تيشيرت تاع الصيف ما لبستهمش. وديت هذا سيبور مي في الحقيقه ما استعملتوش.
هذاك الفيزو شويه ثقيل تاع الشتا راح نروح به، والفيزو اللي فوقو هذاك وسي خفيف وكوطون. ديت تقاشر، ديو تقاشر يكونوا اللون تاعهم يكون فونسي وما يكونوش ترونسبارون. ديت لي بافان ما استعملتهمش، هذاك السيسربل تاع الصيف اللي من الفوقه، واللي تحتو بيجاما دوزيام، ديت دو بيجاما هذوك لي تيشيرت باش نبدل نلبسهم تحت الجلباب. ديتهم كامل ديمي مونش ابار واحد ديتو بلي مونش. وهذا فيزو ديت زوج كحوله كوطون ومريحين، سيرتو في الطواف لازم تلبسوا اللباس يكون مريح باش ما يدورونجيكمش تقعدوا مركزين مع العباده. وما تكلفوش روحكم، انا ما ديتش كلشي جديد، اللي خصوني شريتهم واللي عندي ديتهم. وشي دو بوني ودشيت واحد نوار وواحد مارون، هادو ما عنديش. هادو على كيف البنات يتلبسوا ديريكتومون وجايين كوطون لارج، يعني ما راحينش يجينيو كم خلاص. هادو مانيفيك، انا هادو عجبوني، نعود ان شاء الله هما اللي نستعملهم اول مره نجربهم. والفنشي لي بوني هادوك نورمال، هادو هايلين ما فيهمش خلاص لاستيك. والنوعيه تاع التيشيرت عجبتني، جايه كاليتي وجايه رهيفه وما تجيش سيري حاكمه بزاف على الراس، يعني هايلين ورهاف ما يسخنوكمش. لا صبصوهمش روهم ما صبصوهمش، دو اللي عندكم ما تكلفوش روحكم. اما الجلابيب اديت معاي جلباب هذاك اللي قاعدين نشوف فيه الكغي، وديت واحد بيج، وديت هذا النوار، هذا اللي راح نطوف به ان شاء الله. هو يقول لك من الافضل نوار، مي ما كاينش منها طوفوا باي حاجه عندكم. المهم لا كولور تكون فرونسي، هذا مكان، وما تكون شفافه، يعني حجاب شرعي فقط. طوفوا باللي عندكم، ولازم تقاشر، ما لازمش رجليكم يبانوا. بالنسبه لمدير النقاب ما لازمش النقاب، يقدروا يلبسوا النقاب في ابار العمره، ما يقدروش يلبسوا النقاب لي 2 زور هذوك تاع العمره، ما يلبسوش النقاب فقط ولي غون. مي يقدروا يلبسوا في المدينه ولا في مكه يلبسوا النقاب واللي غون عادي. بالنسبه لي اللي مديرين النقابه. وما تنساوش الطاقم تاع الصلاه كنت تحبوا تصليوا في اللوطيل. انا ديت تاعي اللي ما نصلي به في الدار، ما شريت ما والو، انا ونهز من نحط من نهز من ونحط من، كل مره تظهر لي حاجه. المهم قلنا نديو الطاقم تاع الصلاه. انا ما كلفتش روحي، هذا اللي ما نصلي به، هذا الجيب تاع جلباب قديم، طيشت الفوقاني وديت اليمين وخليت لاجيب. وهذا الخمار اللي نصلي به، هذا شريته وحده. ولا فاليز ما توجدوهاش ديرنيير مينوت، باسكو رايحين كل مره تنسى حاجه وتعاودوا تحطوها. كما قاعدين نشوفوا راني حطيت كل شيء وراح نقفل لا فاليز، ومن بعد تفكرت بلي كاين حوايج نسيتهم. نسيت كلاكيت البنات، ما تنساوهاش، مهمه جدا. انا بخاص كنت ما لبست غير الكلاكيت باسكو سخانه ونتوضا وراكم عارفين. هذه الكلاكيت تاعي تاع الدار اللي ما نستعملها، هذه تعجبني مريحه، ديتها هي ما عاودتش شريت. مي رجعت بلا بيها باسكو كي خرجت من الجامع كنت مزروبه وما رحتش بكري وما حطيتهاش في الساكادو. حطيتها برك مع لي كلاكيت نورمال برا، كي خرجت ما لقيتهاش. انا ما نقولش سرقوها، الله اعلم، بالك غلطوا. واذا سرقوها وحده ما عندهاش سماح. بون قلنا ديت كلاكيت هذه غسلتها وديتها، وديت الباط تاع الكاطو هذا وسي، قلت ما تدريش هذا الكاطو يعجبني خفيف، يعني كلينا هذا الكاطو ما قعدش. واذا ديتو معكم حاجه وقعدت لكم ما ترموهاش، مدوها ونويو ملي هذه صدقه. واللي عندها الميزان ما تنساوش ما تنساوش هذا الميزان تاع الباجاج ادوه معاكم. انا وزنت به باش نشوف لكن ما ديباسيتش الميزان وزدت ديتو معايا. هذاك الباسكيت اللي راح نروح بها، وهذا ساكاما ديت نوادر تاع القرايه اللي نقرا بهم غوبوزون برك، وديت بابيون موشوار، ديت اللينات تاع الشمس. ناكد لكم عليها، نعاود لكم البنات، الشمس نتما تايقه بزاف اونجيري قريبه ما تقدرولهاش، حنا مولفينش عليها. ديو الشمس اللينات تاع الشمس اللي بغاكم تروحوا في الشتاء. اديت هذا طابي تاع الصلاه اللي هو طابي الخفيف، وديت لينجات طبعا. هذا غافيسكون حطيته في الصاك اون سي جامي يدير لي الحريق. وهذا هكا كورنيش، يعني حنا نكتبوا في البورطابل مي اون سي جامي. ديت كورنيش، ديت ستيلو، ادو معاكم ما خاصني والو، كورنيش يكون صغير. وهذا البورتفاي حطيت فيه الوراق تاعي، باسبور، حطيت فيه الدراهم، مي او بريفيرونس تفرقوهم خير، ما تقدروش تدوهم لكم وما يروح لكمش الباسبور. اديت داك كراس كتاب صغير تاع الاذكار، هذوك الكيتمان، اديت دولي بخان، الحوايج اللي تحتاجوهم. ما تنساوش الدوري بخان، حطوه في الساكامه. الدواء تاعكم اللي عندهم امراض مزمنه ولا اللي قاعدين يشربوا في الدواء يحطوه في الساكامه، من الافضل تحطوه على اليد.
وما تنساوش الشارجور تاع البورطابل بيان سور البورطابل. هادو لي باسكيت اللي راح نروح بهم ديتهم لا ماتيغ تاعهم تيوسي باش يجيو مريحين، و اون بليس ما ديتش ما ديتش السيور. ديو حاجه تكون براتيك، غير تدخلوا رجليكم وتخرجوا. دي هادو اللي راح نروح بهم. هذه البيجاما هذه جديده تقدر تلبس في الدار ولا ترقدوا بها. هذه البيجاما اللي قلت لكم ثقيله، هذه شفتها جديده، هذه راح نلبسها نروح بها باش ما نديش معايا الحوايج بزاف، بس كون نزيد نلبس لبسه واحده اخرى راح نكثر القش. هذه نلبسها من تحت نروح بها، وزيد لبس فوق هذاك السروال تاعها لبس الفيزو اللي ريتو الكب راني ما جبتوش من لافاليز، من بعد نجبدو ديت معايا دودونه خفيفه. هذه صبتها ولبستها البنات باسكو نشفى نهار باسكو هذا الفيديو صورته قبل ما نروح، مي قاعده مي حطيته من وراء ما جيت من عمره الحمد لله. هذيك لافيست شفيت دير البرد واحد النهار وصبتها لبستها. ميم كي وصلت للمدينه لي برومي جور سي كاين شويه البرد نروح نصلي بها الصبح، يعني صبتها كي ديتها معايا وزدت رحت بها منا، يعني رحت بها من فرنسا باسكو البرد. هذا الجلباب اللي راح نروح به نورمال، الجلباب تاعي اللي موالفه به، يعني ما شريتش واحد جديد. الجلابيب شريت 3 جلباب جدد دوك اللي حطيتهم في لافاليز فقط، ملي راح نروح به هذا تاعي نلبسو في العاده. وجدت ديت معايا سيرفيات صغيره نسيتها رحت جبتها وعاودت حطيتها في لافاليز. بون ما نسحقش السيرفيات كاين في لوطيل، هذه ديتها كيما نقولوا احتياط فقط. وهذه الطريقه اللي نوزنوا بها الباجاج سهله بزاف ما فيهاش تعقيدات كما قاعدين نشوفوا في الصوره. بالنسبه لي ما يعرفوش يستعملوه. انا هنا عندي نورمالمون ماكسيموم 23 كيلو الحمد لله، لقيت 21 كيلو فيرغول سافا.